جميلة، هاي جميلة. انتي رايحين فين؟ رايحين نشتري ليكي ايه؟ رايحين نشتري لبس كريسماس. ياي، رايحين نشتري لبس كريسماس. ياي جميلة، انتي جميلة، انتي جميلة. يلا 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 في الباب. يلا 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 نفتح العربية. يلا 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 إيميليا. بابي قال العربية مفتوحة، ضحك علينا. العربية مقفولة يا عمر، العربية مقفولة. ياه يلا إيميليا يا جميلة، رايحين نشتري لك بتاعة الكريسماس. يا دادي. هاي ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه راس السنه اللي هتبدا ان شاء الله، ونهايه السنه، ويا رب كل اللي محققش احلامه في السنه دي حقق احلامه في السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. كل حاجة بتحصل. احنا هنا الفيديو ده من السنه اللي فاتت. انا كنت بدور لإيميليا على طقم لرأس السنة، وهنا بالفعل كلمت محل ورحت له. بصوا كان في تشكيل كبير عندهم، قالوا انه هيريق لإيميليا. للاسف رحت وما لقيتش حاجه مقاسها، وكنت متحمسه جدا. خلاص كنت همشي وكنت زعلانه، بس لقيت الحاجات الكيوت دي، اشتريت منهم طوق لإيميليا ينفع للتصوير، لان كنا حابين نعملها سيشن. شوفوا إيميليا كانت مبسوطه جدا وكانت فرحانه وكانت بتحب الناس وبتشاور لهم بتسلم عليهم، وعمر كان هنا بيقيس لها كوتشي برضو بس مش نافع معاها. يلا انا حزنت وزعلت وقعدت احاول انا مبسوطه وتمام مفيش اي حاجه، وكنت بلاعب إيميليا وبهزر معاها وكده، بس كان قلبي حزين لان مش لقيت حاجه لإيميليا زي ما انا كنت متوقعه، عشان كنت عايزه اعمل لها سيشن، لان اول سنه هي تكون معايا واول سنه كنت هكون فيها مامي، فكنت حابه ان اخليها ذكرى تكون كويسه لإيميليا يعني، واصور لها سيشن واجيب لها لبس كريسماس يعني، وخليها مبسوطه وسعيده يعني. فيلا كنت قاعده عماله العبها وافرحها. عمر قال لي يلا هنروح مول مصر، ومش هنروح البيت غير لما نلاقي فعلا حاجه لإيميليا تريق عليها للسيشن اللي انت عايزه تعمله لها. وبالفعل انا كنت مبسوطه جدا، وكنت بدأت بقى افرح جامد، وقعدت اضحك مع إيميليا وهزر معاها ولعبها. وبالفعل بقى عمر يعني صراحه طلع، يعني اقول لك ايه، يعني مش عارفه اقول له ايه بصراحه، يعني بحبه عشان لما بتطرقع كده فكره مجنونه في دماغي وعايزه اعملها، هو بيحاول على قد ما يقدر انه ينفذها لي، وخصوصا لما تكون حاجه متعلقه بإيميليا. يعني احنا كنا عايزين نعمل لها حاجه ذكرى عشان تكون فاكرنا بيها طول العمر، انه احنا يعني كنا بنرفهها شويه. احنا عايزين اقول لكم المول حرفيا كان مليان فوق وتحت، مش لاقيين مكان نركن فيه حرفيا. احنا قعدنا نلف 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 ومش كنا لاقيين اي مكان، بالعافيه بالعافيه لما عمر لقى للاسف مكان تحت اهو ركننا فيه. وعايزه اقول لكم غير المعتاد، احنا ركننا بعيد جدا يعني جدا جدا عشان نلاقي مكان فاضي زي كده. يلا عمر بقى بيركب البطاطا بتاعتي في العربيه بتاعتها علشان نروح نشوف الحاجه اللي هتعجبني ليها. وبصوا بقى عايزه اقول لكم كميه بشر غير طبيعيه، والديكوريشن كان وهم، والناس كانت مبسوطه جدا جدا وكانوا فرحانين، وانا كنت مبسوطه في البطاطا بتاعتي، كنت فرحانه جدا لان اول مره تكون معايا بقى ورأس السنه وكده، كنت متحمسه جدا. وكنت بدور على مظهر كده يا جماعه لقيته ايه في المهم رحنا عند الواي سي واشتريت من عنده الجيم سود اللي انا شورت صغير ليهم بالميوزك. حبيت بقى اصور لكم، بصراحه كان جامد وكانوا حلوين جدا. وعايزه اقول لكم الموسيقى كانت روعه روعه روعه، وادوا حماس كده وبيور للمكان، وفضلوا يمشوا المول كله، والكل كان مبسوط وكل كان عمال يصورهم وكل كان فرحان. بصراحه ادوا المول جو جامد جدا، وكانت احلى فكره للدعايه والمحل اللي انا عايزه اعرف ايه المحل ده
بصور لكم المكان من فوق. عايزه اوريكم قد ايه المكان فعلا حلو. والمول ده دايما بيكون فاضي، بس بيعملوا بارتيشن كده من حاجات مختلفه جدا، انه اي حد عايز يروح يشتري حاجه من هنا. وقبل ما يقوم السحب كان كريس بقى هو بيعمل فقرات وكده، وانا شاركت معاه في الفقرات دي واختارني عشان اديت الدبله الذهب بتاعتي. ايوه اديت الدبله الذهب بتاعتي. كان عمر هو وبيبي بيلفوا بيدوروا على شويه حاجات، وانا كنت موجوده. تعالوا بقى نشوف هو يعمل ايه ويقولوا لي عجبكم. 3 طب استنى، هنلعب اللعبه دي ثانيه واحده. احنا محتاجين دبله ذهب، ومش هيطلع اللي صاحب الدبله، مش هيطلع في اخر الجيم يعني. حد معاه دبله ذهب؟ كلكم خايفين عليها اكيد. او دبله عاديه يعني، مش لازم ذهب. طب ده ايدك دي. طيب هي دي نفس لعبه المنديل يعني، محدش يقول لها، هي مش هتعرف. يلا انت هترفع ايدك فوق، وانا هحط الدبله في اي جيب منهم. هي الدبله هنا. طبعا الماسك عمال ينزل. هي كده الدبله في انهي جيب؟ انت المفروض انت اللي تقولي. لا، في انهي جيب فيهم؟ عندي. دبلتك فين؟ ايه؟ هي بتقول ان الدبله فين؟ ورا؟ في جيب اللي ورا يعني. الدبله على الترابيزه؟ لا، الدبله فوق ايديكي. تاني؟ هعملها تاني عشان تركزوا. تعالي اقفي هنا. بس تعالي اقفي هنا. كله خفة يد. انا لازم حد يبقى محمد احمد اسماعيل. تعالي قربي اقفي هنا. هي الدبله دي بتاعتك ها؟ طيب عايزين اي حد انت تختاريه، يكون بنت او ولد براحتك. تعالي. تعالي اقفي هنا. بصي الدبله هنحطها هنا، امسكيها كده من الطرف كده، خليكي ماسكاها كده عشان لو ضاعت انت اللي هتجيبيها مش انا. انا معايا منديل بيخفي اي حاجه يا جماعه. هات المنديل. بص اهي، امسكي انت المنديل. عايزك تحسي بالدبله بس هي ماسكاها ولا لا. اهي امسكي المنديل ده بس، عشان لو اختفت تاخدي المنديل. لا مش عايزاه. اقفي هنا. ايوه كده. هاتي المنديل ده. امسكي الكيس الشيبس ده لفوق. لا من فوق يعني، من فوق. ايوه كده قدام الناس. تعالي اقفي هنا عشان يشوفوا اللي ورا. افردي ايدك. طيب انا عايزك تتاكدي للناس انت ماسكه الدبله بجد ولا لا؟ ماسكاه. ينفع تختفي ولا لا؟ ينفع عادي. يعني انت ماسكاها كويس صح؟ طيب اهي. ارجعي لورا شويه. الكيس مقفول. هحاول اخلي الدبله دي تخش جوه كيس الشيبسي. ما ينفعش. يلا 1 2 3. بصي هتفتحي كيس الشيبسي ثانية، هتلاقي الدبلة دخلت مغلفة، وأكد لهم إن الدبلة دي بتاعتك هي فعلا، لأنها ذهب يعني. لو لقيتيها تطلعيها وتوريها لهم. يلا. وريها لهم. هي شكرا. سقفوا لهم بقى يا جماعة.
شوفوا البطاطا بتاعتي ناس جميلة ازاي وحلوة ازاي وقمر ازاي وطعمة ازاي وكل الناس حبوها جدا، واحنا هنا كنا للأسف احنا ما كسبناش في المسابقة. بس شوفوا انا كسبت البطاطا دي، كانت ضحكتها عندي وفرحتها وهي مبسوطة بالناس وعمالة تتصور مع ناس والناس تبصها وتصور معاها. كنت مبسوطة جدا. روحنا البيت وزي ما انتوا شايفين كده ايميليا نايمة وقاعدة عمالة مبتسمة جدا وعمالة تشغل فيا ونايمة عكسي. وبصوا جميلة ازاي قمرة وعمالة ترفع لي رجليها. هي كيوت، انا مش عارفه اصور منها، هي كيوت قوي، انا بحبها قوي قوي قوي. وزي ما قلت لكم ان انا رحت جبت من LYC كيكي الجيم سود اللي هو هي لابساه دلوقتي، وانا طبعا لبست بيجامه وقلنا ما نتصور انا واميليا. بصوا عايزه اقول لكم الجيم سود ده عليها طلع حكايه. وطبعا احنا اشترينا حاجات كتير 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 قوي. احنا على كذا مره نطلع ونخرج ونشتري حاجات ونرجع ونخرج عشان نعمل لها سيشن. ده كان اول سيشن ليها وهي صغننه، فانا كنت مبسوطه قوي ومتفائله. شوف اشتريت لها الشجره الصغيره دي واشتريت لها الزينه الصغيره دي وقعدت اصورهم واحطها لها، وهي كانت بصوا مبسوطه قوي. وجبت لها الطوق ده يعني لبسته لها بالعافيه، هي ما سكتتش وسابته على راسها غير لما فضلت تمسك الكور دي وتحطها في بقها وتلعبها. وشوفوا اللي جنبها برضو دي كذا كور، اشتريت كذا دستة يعني عشان كنت عايزة اعمله لها كده حاجة واو. واحنا كنا شاريين شجرة كبيرة جدا، كان نفسي اعلق عليها الحاجات دي بس للأسف لقينا فيها حاجة منها ناقصة فما كملناهاش. بس كان يوم جامد، ايميليا انبسطت فيه وصورنا سيشن كده بقى. اكتفينا بان هو كده مع ان كنت هعمله حاجة تانية خالص. بس ان شاء الله السنة دي لو جبنا شجرة هصور لها واعمل لها سيشن. ده كان دي كان دي صور الكاميرا بقى. عايزه اقول لكم كانت جميله جدا والصور حلوه قوي، وايميلي كانت جميله، وعمر هو اللي صورها وخد كادرات حلوه قوي قوي قوي. وشوفي الحاجات شكلها واو بجد تحفه. بصوا 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 القمر بتاعتي، شوفي الجميله بتاعتي ما شاء الله عليها. يعني ربنا يا رب يسعدها ويحميها يا رب، ويبارك لكم في اولادكم يا رب، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب باذن الله. واخر صوره هتيجي اللي هي الصوره دي انا وايميليا، بصراحه وهم. شكرا جدا.